السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل عام وانتم بخير. انا جاي لي سؤالين، اللي هو في اسئله كتير طبعا زي ما انتم عارفين بتجيلي، بس انا بختار كل فتره سؤالين، والسؤالين يكونوا مهمين ومفيدين للمربيين كلهم، المبتدئين والغير مبتدئين. دلوقتي يا حبايبي في واحده بعتلي بتقول لي: انا ممكن اقطع مصارين الفراخ واحشاء الفراخ واسويها واحطها لهم على علف؟ اقول لك ده اكبر غلط. اقول لك ده اكبر غلط، ما تعملوش خالص. ليه؟ لان دي بيبقى المصارين والاحشاء ان كانت الفش او الامعاء بتاع الفراخ حامله فيروس او حامله اي مرض، فما ينفعش ان احنا نحط ده نسويه ونحطها لهم. يبقى انا كده انت الفراخ هتاكل مش هتقول لا، بس انت كده بتعدمي الفراخ بتاعتك، ارميهم للقطط او منك هتكسبي ثواب. خلاص، دي حاجه. فانت ماشي الفراخ بتاعك زي ما انت ماشيه، ومش اي واحده تقولك على حاجه تنفذيها، لان هي بتقولي جارتي اللي قالت لي اعملي كذا. فانا بقولك ما تسمعيش كلام حد، وامشي زي ما انت بتربي. واي حاجه داخل اي فرخ انت بتنضفيه او بتسويه او دبحتيه، ارمي احشائه خالص. خلاص، ده السؤال الاول. السؤال التاني، واحده بتقولي انا عندي الديك هو اللي بيرقد على البيض عن الفراخ، ويقوم الفراخ ويرقد هو على البيض. هقولك يا حبيبه قلبي اعزلي الديك ده خالص، لان مش هيستمر على البيض، لان اول البيض ما هينقر تحتيه ما تضمنيش ان كان هيرقد لحد اخر دوره الرقاد ولا لا. اعزلي الديك خالص، وخلي الفرخه لوحدها في مكان لوحدها على البيض بتاعها، وان شاء الله ربنا هيكرمك فيها. ان كانت ديك البط او الفراخ، الفراخ برضو نفس النظام. اعزلي الذكر، في ذكر بيرقد برضو، اعزلي الذكر وخلي البطه تتعود ان هي اللي ترقد على الفراخ على البيض بتاعها. طيب، في دلوقتي يا حبايب قلبي انا كنت جايبه فراخ همر، بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليها. الفراخ دي كنت انا جايباها من واحد في ميت العطار عندنا. عامه انا من بنها اليوبيه، فميت العطار دي قريه جنب بنها. الفراخ دي عند مين في ميت العطار؟ عند عبد الله ابو فراج. عبد الله ابو فراج. رقم تليفونه عشان التعامل يبقى منك له مباشر، انا ماليش دعوه بالحاجه دي رزقه، هو حر فيه. رقم تليفونه 010 99 19 09 40. ده رقم 010. الرقم التاني 012 20 62 45 12. اللي عايز يا جماعه يتواصل معاه، القطيع بتاعه هو على فكره، القطيع اللي عنده همر والكتكوت من عنده هو، بس فراخه بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه. فانا مش طالبه منكم غير الدعاء والتفاعل مع القناه، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من ام عبده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير.